صفاقس هذا الصباح. صفاقس هذا الصباح وتونس هذا الصباح والإمارات هذا الصباح. صحيح جغرافيا نبدلوا المكان، لكن الثمرة هي واحدة، هي بإبداع تونسي وبصنع تونسي وبأيادي تونسية. اليوم بالحق حبيت نمشي بكم الإمارات باش نقول برافو، باش نقول باقة ورد من إذاعة صفاقس من تونس لابن من أبنائها اللي هو اسمه كريم كريدة، ابن عاصمة الجنوب صفاقس، ابن جزيرة قرقنة، اللي قاعد يقنع ويمتع ويبدع وينشط في عديد الحفلات في الإمارات باللغة الصينية، قاعد يقدم في عديد التظاهرات. أيضا كفاءة تونسية تعتمد عليه عديد الوزارات في الإمارات من أجل صورة مميزة للمواطن التونسي والعربي. كريم مباشرة من الإمارات، 28 دقيقة في تونس، ل 11 دقيقة في الإمارات. صباح النور. صباح النور، صباح الورد خويا مهدي ليك ولكل مستمعين إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم زين وشكرا على الاستضافة الحلوة هذه. نتذكر في سنوات 10 سنين التالي كنت ناخذك مباشرة من الصين. صحيح، وديما نقول إذاعة صفاقس لها فضل كبير عليا، خاطر أنا في بداية المسيرة نتاعي سواء في الصين ولا في التمثيل وعروض الأزياء كانت عندي المداخلات الأولى نتاعي في إذاعة صفاقس. إذاعة صفاقس هي اللي احتضنتني، عرفتني على الجمهور، من بعد كانوا الباساج في القنوات في الإذاعات الخاصة. لذا ديما دور إذاعة صفاقس وجميل إذاعة صفاقس ديما على راسي من الفوق، ونحيي كل مستمعين إذاعة صفاقس الأوفياء لهذه الإذاعة اللي ديما تثبت اللي هي في الصدارة. والحمد لله. تكريم مؤخرا كان من احدى الوزارات في الامارات اللي كنت، لانه كنت نقطة تواصل بين الاماراتيين والصينيين، وكنت ايضا نقطة ضوء عربية على مستوى تنشيط الحفلات هذية في الامارات، خاصة من الحفلات الصينية. كريم صحيح، هو انا كنت في الصين، يعني قعدت في الصين مدة 8 سنين 8 9 سنين. بعد كما تعرفوا الناس الكل جات ظروف الكورونا، من مستوجب انه نغادروا الصين ونلوج على مكان اخر يكون فيه مستقبل افضل وفرص خدمه باش نثبت الطاقات الابداعيه بتاعي، سواء في ميدان الترجمه من اللغه الصينيه للانجليزيه ولا في مجال الفنون كما بديت الكارير نتاعي في الصين وعروض الازياء والتمثيل. اخترت الوجهه نتاعي الامارات، تحديدا دبي. كما تعرفوا دبي يعني المجالات والفرص تكون اكثر وتكون متنوعه، خصوصا انه الجاليه الصينيه في دبي يعني جاليه كبيره برشا. دبي تحتضن الصينيين اللي هم المستثمرين، رجال الاعمال، رجال المؤسسات. فاخترت دبي الوجهه الثانيه لي انا بعد الصين، وحقيقه كان اختيار موفق وما ندمتش على الاختيار هذا، خصوصا اني لقيت الامكانيات نتاعي سواء في الاعلام والتنشيط، السهرات والمعارض والسهرات الكبيرة كما نقولوا مع الوزارات الإماراتية، كيف السهرات اللي نشطها وتكون نقطة تواصل ووصل بين الجالية الصينية والإماراتيين. فكانت فرصة كبيرة يعني تنضاف للسيرة الذاتية نتاعي، خصوصا في مجال الإعلام اللي انطلق في دبي. نعم، التواجد التونسي زاد الخير والبركة تبارك الله في الإمارات، ومن أكثر الجاليات الموجودة العربية، صحيح ولا؟ صحيح، التوانسة يعني مسيطرين، وتوانسة موجودين. أحلى كلمة التوانسة مسيطرين، هي تقولها من الجواجي. ايه سعيد كلمة التوأم بيسان وبيلسان اللي تميزوا في تحدي القراءة العربي، ونتصور التوانسة الكل في بالهم بالحدث المهم. قالت بيسان كلمة مؤثرة وكلمة في الصميم، يعني قالت التونسي كي تعطيه الفرصة يبدأ، يعني السوفي انت تعطيه الفرصه باش يقدم وباش يبرز طاقاته والمنتوج نتاعو والموهبه نتاعو، تحطه في البلاصه هيك وفي المنافسه يكون قد المنافسه وحمل المنافسه ويوري احسن ما عنده ويهز درابو تونس في العالي. انت مهت لي باش نسالك سؤال، هويتك التونسيه وين تلقاها على مستوى الترجمه من اللغه الصينيه للغه الانجليزيه لبقيه اللغات في العالم، وايضا في التمثيل وفي عروض الازياء، لاني نشاهدك في بعض الاحيان تعتمد على الزي التونسي وعلى الهويه التونسيه، وكاني بيك صوره الكارت بوستال التونسي تحوس من مكان لمكان. يا كريم صحيح خويا مهدي، انا وين ما نمشي سواء كنت في الصين ولا توا في الامارات،
ديما الهويه التونسيه نتاعي يعني هي في الصداره، هي الواجهه نتاعي باش نمثل تونس وباش نحمل المشعل والعلم التونسي وين ما كان. يعني ديما نعرف بروحي اللي انا تونسي خبير لغه صينيه، اللي انا جيت من تونس. نحاول نعرف بقدر الامكان، هي تونس بارك الله يعني من سنه الى سنه يعني الاشعاع نتاعها يقوى وينور بفضل الكوادرها والموهوبين في كل المجالات اللي يحاولوا انهم يعليوا راية تونس في العالي. فديما كي كنت في الصين طبعا الصينيين مش الكل يعرفوا تونس بحكم انه الرقعة الجغرافية نتاع تونس صغيرة شوية. الصين يعني تقريبا مليار و300 مليون نسمة، فكنت نحاول ديما نعرف تونس اللي هي دولة مزيانة في شمال افريقيا، موقعها استراتيجي برشا، عندنا طاقات جميلة، مكان سياحي يطيب فيه العيش. فكنت نحاول ديما انه حتى كان الفرصه ما تواتيش انهم يسالوني انت منين، ديما اقول لهم انا تونسي. يعني انا جيت نترجم لكم اللغه الصينيه للعربيه، وانا راني جاي من تونس، وتونس مكانها في الرقعه الجغرافيه هذه، ويحدها من الشمال ومن الشرق، وخصائصها الجغرافيه وميزاتها الطبيعيه. فكون ديما اي استضافه اعلاميه ولا اي يعني واجهه سواء في التمثيل سواء في الدوبلاج سواء في الاعلام، ديما نعرف بروحي بتونس ونعرف تونس شنو خصائصها. نعم. وشنو الميزات نتاعها. كيف في دبي كي بديت المسيره الاعلاميه نتاعي ديما نحاول نحط اللمسه التونسيه، سواء اذا كان باش نقدم سهرات ولا ديما مثلا تلقى الشاشيه التونسيه نحاول ندمجها مع اللبسه العصريه. ويسالوني وقتها خاطر انا كي نلبس لباس هكايا يكون محل تساؤل، محليها اللبسه نتاعك الكومبينيشن اللي لابسها شنو دلالتها شنو مدلولها. كلامي جر كلامه ديما نوليو نحكيو على تونس، وديما نقول لهم ان التوانسه قادرين ويحكيو برشا لغات. خاطر انا كي نعمل ترجمه ولا نعمل اعلان ديما عندي يعني اللغه العربيه الفرنسيه الانجليزيه والصينيه، فهم يكونوا مبهورين، يقولوا يعني الدوله اللي تستثمر في التعليم واللي هي تحط كل مجهودها وتركيزها في التعليم. فهذه حاجه اكيده، بالعكس ديما نركز عليها في كل مداخلاتي. في التمثيل وين نلقاو كريم كريده؟ والله في التمثيل انا كانت عندي تجربه تمثيليه في الصين، وقتها قعدت 8 سنين، عملت برشا تجارب تمثيليه، مسلسلات، اعلانات، دعايات. مسلسل جاكي شون هكا ديجا مرحله مهمه كبيره زاده في المسيره نتاعي. كي جيت للامارات حبيت اني نرتح شويه التمثيل بحكم انه في الامارات الاعلام والفرص الاعلانيه اكثر برشا من التمثيل. علاش؟ خاطر الامارات تحتضن كل دول العالم. صحيح. والممثلين قبل كانوا يمشوا لمصر اللي هي هوليود. الشرق توا دبي والسوق الخليجيه ولات فاتحه الابواب على مصراعيها للطاقات الشابه العربيه باش يمثلوا. انا قلت خليني نستغل اللغه الصينيه نتاعي في انه تكون لغه تواصل في مثلا الاعلام، اللي هو انا نكون وجه تونس ووجه العالم العربي في العلاقات الصينية والشرق الأوسط في مجال الأعلام. فتراني أنا نشارك في تظاهرات سياسية اقتصادية، تظاهرات طريق الحرير اللي هو اللي يجمع الصين بين دول العالم والشرق الأوسط. لقيتها نقطة قوتي حاليا بحكم تواجدي في الإمارات العربية المتحدة أن نركز على الإعلام أكثر منه على التمثيل. بالضبط. أنا فرحان بيك وتبارك الله عليك، خطوتك قاعدة ثابتة. علمني شوية صيني ميساج مع السادة المستمعين. صباح الخير باللغة الصينية. خلينا نصبحوا على كل مستمعي إذاعة صفاقس العزيزة باللغة الصينية. 大家早上好，欢迎你们关注一下司法科社广播。يا خير. مرحبا بكم مساء الكل، صباح النور، شكرا على استماعكم ووفائكم لإذاعة صفاقس. به صباح النور باللغة الصينية. صباح النور، 早上好. أي به حفظناه. صباح الخير مش نرقد. صباح الخير، 晚安. 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 لا هذه سهلة، واحد يقول ويرقد. لا هذه صباح الخير وصباح الخير سهلين هذوما. نحبك. نبداو بهم بشوية بشوية. نحبك باللغة الصينية. 我爱你. شنو هي؟ 我爱你. عيلي. باهي. الخبزة. نعطيك في كلام ساهلين. اي الخبزة باللغة الصينية خبزة، معناها خاطر احنا كنا نتجرأوا على الخبزة. صحيح. 面包. الماء. 面包. الماء. شوي. الراجل. نان. ايوه ان شاء الله ما فيهاش حاجة أخرى. باهي. المرأة. نيو. نجم نقولوا نيو ولا نقولوا نيوشان. أمي.
امي موتشين. موتشين. وبابا؟ موتشين، ولا نقولوا ماما. بابا تقعد هي بيدها بابا. بابا. به. شنو في اللغه الصينيه سيماني سامحني على اي نتعلم شويه. اي فما نغمات، فما اصوات كيما السولفيج الموسيقي دوري مي فا صول لا سي دو. يعني فما نغمات، فما 4 نغمات في اللغه الصينيه. مثلا كي نقولوا حرف الام والآ تولي ما. فما فرق كي نقولوا ما النغمه الاولى، ولا نقولوا ما النغمه الثانيه، ولا نقولوا ما هذه النغمه الثالثه، ولا نقولوا ما. قد ما صوتك يختلف في نطق النغمات يختلف في المعنى. ولهنا تكمن صعوبة اللغة الصينية. كريم برافو عليك. حبيت نكرمك اليوم ونكرمك كإذاعة فاكس، لأنه البارح كان تكريم كبير للوزارة الإماراتية اللي كنتي، ومحليك بالشيشية التونسية، ومحليك في افتخارك لتونس، ومحليك وانت ولد تونس، ولد عاصمة الجنوب الصفاقس وتحديدا جزيرة قرقنة. برافو عليك كريم، كنت معنا. تعرف مش نقول لك؟ تفضل. مش نعطي لك اغنيه ترى حاول ترجمها لي فوريا باللغه الصينيه. ما يسالش يا طارق، هات الاغنيه. عرفت شكون الاغنيه؟ كاظم الساهر. تصور كاظم الساهر يغني الاغنيه هذيا باللغه الصينيه. انا من محبي كاظم الساهر. محروس من عين البشر اللي كنتي معناها، مني انا اللي كنتي. الله الف شكر يا خويا. بالصيني محروس من عين البشر. توش جان باوخوني جان دا يعني تيم باوخوني. هاي قصيدة شعرية ولات لي تو. يلا يعطيك الصحة، شكرا لك. باش نمشي مع فاصل إشهاري. خويا مهدي، ونحب الهي تفضل. أمي وبابا وخويتي الكل في الصفاقس، ونقول لهم راني نحبكم برشا. ربي يخليهم لك وربي يحفظهم لك، واللي والديه راضيين عليه ما تخافوا عليه. سبوت نرجع لكم على طول.